الإمام علي عليه السلام قاعد يمشي بطريق وواحد سبه شتمه، فجاء شخص ثاني قال له تعرف هذا سبيته منو؟ قال له منو؟ قال له هذا يقدر هيك بصبعه يسوي لك يدفنك بالقاع ويقتلك. قال له هذا؟ قال له ايه. قال له هذا اللي لابس عباءة مشققه وانعاله مخيط 60 مره. قال له ايه هو هذا. قال له منو هذا؟ قال له علي بن ابي طالب عليه السلام. الرجال انصدم، قال له انت متاكد؟ لو قعدت تشاقه وياه. قال له والله هذا علي بن ابي طالب. قال يا روح ما بعد ايش روح. قال له عم دليني خليني اروح وراه اعتذر من عنده خاف باكر يشوفني ويسوي لي كوارث. قال له لا اطمئن ما يسوي لك شيء. فالمهم قال له دليني عليه من النار راح وراه. فقام يسال منو شاف علي منو شاف علي. قال له ولا بالمسجد. راح للمسجد مال الكوفه لقى الامام يصلي وبعد وقت الاذان ما صاير. طب الرجل الى المسجد لقى الامام يصلي جثى على ركبتيه امام الامام. فكمل الصلاه الامام. قال له يا مولاي انا اعتذر من عندك. قال له منو انت اصلا مو على بالي وليش تعتذر؟ قال له انا من الساعه سبيتك وشتمتك وكنت ما اعرفك وانا اعتذر. قال له اصلا انا قاعد اصلي الى الله على مود يغفر لك.